أهلا وسهلا في سوسو هوم. جاهزين لأجواء مليانة طاقة؟ هون رح نكتشف أسرار التنظيف السريع ونقدم أطيب الوصفات ونرتب بيوتنا بأسلوب مبتكر. تابعوني ولا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس مشان يصلكم كل شي جديد من سوسو هوم. شو رأيكم اليوم بالأجواء؟ اليوم نحن وين؟ طبعا نحن اليوم بغرفة النوم. بما أنه اليوم نحن بغرفة النوم فعنا شغل كتير، وراح احط لكم كمان بالوصف القناة العائلية والسناب شات وكل الروابط الخاصة لنا. بتمنى من الكل يروح يشترك. رح ثبت الكاميرا وبرجع لكم. طبعا يا صبايا اليوم حبيت اشارككم هذا النشاط. اليوم لازم نطالع الثياب الشتوي ونضبط الثياب الصيفي، لهيك حبيت أشارك هذا الفيديو معكم لأنصحكم نصايح مشان ما تتلبكوا أبدا أبدا وقت اللي بتطالعوا الشتوي. هلا أنا بعرف بتذكر من أهالينا وقت اللي كنا نطالع الشتوي عند أهالينا تلاقوا البيت كله تياب، هون تياب هون تياب هون تياب. لهيك أنا رح أعلمكم طريقة ما تتعذبوا فيها أبدا أبدا بالنسبة لترتيب التياب الشتوي والصيفي. وهلا حبايب قلبي خليكم معنا لنبلش بالفيديو. هلا يا صبايا أول شي رح نسوي، أنا عندي هون هاي الدروج للولاد. هلا بجوز شايفين هدول انا طالعتهم تمام، انا كنت عم بطالعهم. هدول الثياب الصيفيه. هلا انا بالنسبه لي مشان ما اتلبك بالترتيب وهيك تلبكت وهون تعبى ثياب وهون تعبى ثياب، انا شو اول شيء بساوي؟ بفضي الثياب الصيفيه. تمام، هلا هاي كلها ثياب صيفيه. بفضي الثياب الصيفيه من هون وبشيل الباقي بحطهم على هلا انه كله راح تشوفوه اول باول. بس اول شغله راح نسويها رح نشيل الثياب الصيفي. طبعا مثلا عندي هدول ثياب شتوي لانه بلشت البسهم للاولاد شتوي، بحطهم على الزين. بحط الثياب الشتوي لحال والصيفي لحال. هلا يا صبايا مثل ما شايفين هون الثياب كلها صيفية وهون الثياب الشتوية او الربيعية فيكم تقولوا. يعني في شغلات رقيقة مثل هاي البيجامة رقيقة بس بتلبس هلا مبدئيا، يعني عرفتوا كيف؟ هي ضوء الشمس. هون الثياب اللي بدنا اياهم وهون الثياب اللي بدنا نضبهم. شوفوا الدروج كلها فضيت تمام، شايفين؟ هلا انا شو بدي اساوي؟ اول شي رح اساويه رح اضب الثياب الصيفية بهذا الكيس. تمام، هلا انتم اذا ما عندكم هذا الكيس فيكم تضبوه بكيس عادي، شنطاي عادية، وبعدين تحطوه بالشنطة اللي بدكم تفضوها. بس انا بصراحة بحب هدول الاكياس كتير لاني بيطلعوا كل الهواء وما بياخدوا مجال بالخزن. هذا الكيس بس عبيته تياب بسكره بشفط منه بالهوفر، الهواء بصير قد نصهم. يعني شايفين هدول بصيروا هالقد، يعني قد مخدة بس. هلا اول شي بدنا نساوي، شو بدنا نساوي يا حلوين؟ هون عندي مي ومعطر، لازم ننظف الخزن كلها لانه بتعرفوا كل سنة هاي تعزيلة، كل سنة معروفة هاي. لازم اول شي نمسح الغبرة، ننشف الدروج كتير منيح مشان وقت لنحط الثياب تكون الدروج كتير نظيفة. وهيك يا صبايا بكون مسحت الدروج واحلاهم سوا. طبعا انا هلا بفتحهم، بتعرفوا ليش؟ بفتحهم هيك عشان يدخل شمس بقلبهم وينشفوا. هلا انا مسحتهم بس الشقفة منا كتير مي، عرفتوا؟ يعني شي بسيط بس للاحتياط مشان ما ياخدوا رطوبة ابدا. نفتحهم، شايفين؟ هلا الشمس كمان بتضرب عليهم. طبعا يا صبايا انا بتشكركم كتير 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 على محبتكم لإلي ودعمكم لإلي والتفاعل اللي عم يصير بقناتي. بصراحة كتير كتير انا مبسوطة منه، لهيك حبيت اتشكركم. وبكل فيديو رح اتشكركم على محبتكم لإلي. وعن جد هلا حسيت انه عندي محبين، يعني انه عندي ما بعرف، انه متفائلة انا بصراحة بهالقناة. لهيك لا تخيبوا لي ظني يا صبايا، وخليكم عم تدعموني مشان عائلتي تكبر اكتر واكتر. انا ما بعرف اشتغل اذا ما ضبيت شعري، ما تحكوا علي، عن جد ما بعرف، بحس في شي مضايقني. خلص هلا بنعمله هيك نجدله. ما بقدر صبايا، بحس حتى لو شتي وهي ما دخل انه شتي بس بتضايق، شفتوا كيف؟ لهيك بحب اضبه وقت اللي بكون عم بشتغل. بنعمله جدلتين ثلاثة بزبط. وهيك كيس الثياب جاهز. طبعا صبايا هذا الكيس بيجي معه مثل هي مثل سحاب. تمام، بتسحبوها مرة مرتين ثلاثة لحتى تتأكدوا 100% انه الكيس تسكر مثل كيس المونة. وهون في عنا مثل مصفاي. هلا شوفوا ما اكبر حجمه، شايفين؟ هلا راح اعمله بالهوفر. طبعا بنشغل الهوفر، هي الهوفر هاي
بنشغلها وبنحطها هون هيك لتشفط كل الهواء. رح اشفط الهواء وبرجع اورجيكم شلون بصير شكل الكيس، كيف كانت وكيف صارت. شوفوا صار مصغر الكيس، شايفين؟ هلا هو وزن، انتبهوا وزن، بس هذا ما يعني بياخد معكم مجال باي خزانه، ممكن تحطوه فوق، انا بحطهم فوق، بس شوفوا مصغر الخزانه بتاخد معكم هيدا الكيس. تمام. وشغله تانية، ما في داعي تحطوا شيء ابدا ابدا بالكيس انه نفتالين او صابون او هاي ابدا ابدا بالثياب، لان اول شيء بينزع الثياب، وتاني شيء هاي بتحفظ مشان الرطوبه ما يدخل شيء على قلب الكيس. شايفين صبايا كيف صار؟ هلا هيك اول كيس جاهز. بما انه انا بدي احطهم فوق، هلا بدي اجيب السيبه امسح الخزن فوق. مشان اول شيء رح امسح هاي الخزانه مشان احط فيهم الثياب الصيفيه. انا الثياب الصيفيه بحطهم فوق وبنزل الثياب الشتويه، طبعا نزلتهم. وهلا جبت المساعد الشخصي. هيك يا صبايا مسحت الخزانه محل ما بحط الصيفي على طول بخربط بين الشتوي والصيفي. شوفوا واحد بيشتغل هيك شوي شوي مشان ما يتلبك. شوفوا حتى هون مسحتهم منهم، شوفوا هون بعد رطبة شوي. هلا بخليها مفتوحة كمان مشان تنشف منيح. هاي جوجو، بونجور، كيفك اليوم؟ انا رح انزل على السيبة شوي شوي مشان ما اوقع. صبايا شوفوا شايفين قد ايه اخذ مجال، يعني بقدر انا احط كمان كيس تاني فوقه مثله، وهون كيسين، هي ضبينا كل الثياب. ولا يا حلوين شو رح اسوي هلا انا؟ هذا جديد لانش بوكس روزي، معقول مي بعد. شو رح اسوي يا صبايا يا روزي بديكم؟ شوفوا حتى الاحذية تبع اولادي ضبطتهم في الشتوية مشان ما يتشربوا. هلا مشان ما نتلبك ونتكهكب اكثر ونكتر، هلا شو نسوي؟ عم بشوف حالي على المراية اذا مبين الفيديو ولا لا. هلا رح نطالع كل الثياب اللي بقلب الاكياس. هلا مثلا هاي الثياب لإلي بدي علقة بحطها على الزيت. هلا مثلا مثل هدول الجاكيت الشتوية، هاي كلها على التعليق. صبايا طبعا ليش انا عم بقولكم بتشتغلوا مثل ما انا عم بشتغل مشان ما تحسوا بكركبه ودخلتي يتعبى ثياب وهون ثياب وهون ثياب، لا نشتغل شوي شوي وما بنتعب. صبايا تعال شوفوا لي ابني شو لابس، تعال شوفوا شو لابس مثل الهنود. من شوي صورته ما انتبهت شو لابس. لابس شورت روزي ليك وليك فوق بيجانته. صدقة صبايا ماني منتبهة عليه. ضبيت اول كيس لألكم انا شلون بضب الثياب. هلا بيجامات روزي لحال، تمام، إلى درج لحال، وبيجامات جوجو إلهم درج لحال. بس عندي هون هلا الله يخلي لكم اولادكم اذا عندكم ولدين ثلاثه، عندي هون هول كلهم كنزات كم تحت الثياب. تمام، كلهم كنزات اب تحت الثياب. زونات ايه اوكي، في زونات كمان بحطهم سوا، بس البيجامات كل درج لحال، درج لروزي درج لجوجو. طبعا هي كنزة روزي اشتريت لها السنه الماضيه، شوفوا ليها شو حلوه. هاي بحب اعلق لها اياها، بحس انه ما خرج اطويه. شوفوا يا صبايا، شفتوا شلون بشتغل شوي شوي. شوفوا ما تكركبت. هدول جواكيت انا طلعتهم من تنعيسهم اورجيكم اياهم، بس تعالوا شوفوا الدروج. الاول درج هون حطيت لهم الجينزات اللي بدهم يطلعوا فيها. هذا الدرج بيجامات لجوجو. انا بالشتوية بصراحة بفضل اكتر شي للولد البيجامات، بحس اكتر شي بتدفي. وهي كمان بيجامات لجوجو. وهون بيجامات لروزي، ما شاء الله روزي عندها كتير بيجامات، يعني روزي اخذت 3 دروج. شوفوا وغصب لحتى وسعوا، شايفين؟ هاي لازم اشيلها من هون، هاي لازم اشيلها. بدها درج رابع روزي. هون لروزي وهون لروزي، لا هون اخر شي 2 لروزي و2 لجوجو وواحد للطلعة. ايه هون صبايا اخر شي مثل ما قلت لكم، هون الكنزات كلهم الاب اللي تحت الثياب، هون الفيزونات. تمام، هيك دروج الاولاد جاهزين. ان شاء الله يكون عجبكم ترتيبي بالثياب. بدي اورجيكم شي، شوفوا ما احلى هذا بنطوف للشتوي كتير حلو، شايفين؟ هذا وقت اجاني من السويد. هلا يا اصدقائي بدي اخذ رايكم بشغله كتير مهمه. هلا انا بالنسبه لي بحب هيك ستايلات، بس عندي حبيب ابدا ما بيحب هيك ستايلات، جاكيت رسمي. تمام، طبعا عندي انا هدول ماركات يعني بس طبعا مو تحت الكنزه. انا عم بورجيكم بس
بتشجعوني البس هيك شيء او لا. انا بصراحة كتير بحب هيك شيء، بس حبيب ما بحب. شوفوا صبايا، بس ما اكيد ما يعني غير كنزة بدها تكون كنزة بضي، ويفضل لون ابيض، انا بفضل تحتها. بس هيك جاكيت انا بصراحة بحب. انتوا بتشجعوني البس هيك جاكيت. طبعا عندي هدول بعد اثنين، هلا بورجيكم اياهم. شو رايكم؟ وهدول الثياب عندي للتعليق، لهيك ما تقولوا الكركبه وراها وهي، لا هدول للتعليق. بس عن جد شو رايكم بالستايل؟ انا حسيت بالبقلي هيك جاكيت، بس حبيبي بيقعد بيضحك علي بس البس هيك جاكيت. وهي الجاكيت الثانيه، بس بصراحه سمنانه ما عم تتسكر. شو رايكم صبايا عن جد؟ انا بحس بالبقلي هيك موديلات، ليش حبيب ما بيحبني البس هيك ما بعرف. بفكر اليوم عندي مشوار افكر اروح فيها، تنصحوني صبايا؟ بس طبعا بلبس تحتها كنزة بيضة بتطلع كتير حلوة. اليوم عندي اجتماع بالمدرسة لروزي. شو رأيكم؟ أنا حاجبتني كتير هيك، حتى لونها كتير حلو. وهاي الجاكيت الثالثة، على فكرة هي كتير بحبها لأنه بتدفي. شو رأيكم؟ بس حبيبي ما بخليني ألبسهم، إنه مو ما بيخليني، بيقول لي لا ممنوع وهاي لا، بس بيقول لي ما حلوين وما بالبالك أنت هيك ستايل وهي، بس أنا بحس بالبالي. ناطرة رأيكم يا حلوين. وهي يا صبايا جاكيتي المفضلة. ترى رأيكم بجاكيتي المفضلة؟ فيها مصاري؟ ما فيها، فاضية. صبايا هاي حزروا قد ايه جبتها. هذا جلد طبيعي، صار له عندي 3 سنين، 4 سنين. هذا جلد طبيعي. صدقا 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 جبتها $125. بس جاكيت تقيلة تقيلة. شو رأيكم؟ ما كتير بحب ولا الجاكيت بصراحة. كنت خايفة بيني وبينكم، لأنه أنا آخر فترة هاي السنة كتير صحت، كنت خايفة بيني وبينكم ما تجي علي، بس أهم شي طمنت عليها. شوفوا طبعا كنت ضابطتها بالكيس اللي بيشفط الهواء، ريحتها بعدها الغسيل دو الغسيل. هاي ما طبعا صبايا أنا هاي ما بغسلها بالبيت. ورجعت الشتوية. هاي ببعتها على المغسلة، هن بيغسلوا لي اياها، ريحة الغسيل بعده فيها. ليش؟ لأنه هاي الأكياس كتير كتير منيحة بالنسبة لهالموضوع. طبعا هون ثيابي بلشت أضبهم، شايفين؟ بلشت، بس هلا بدي أفضي كله مشان أمسح الخزن وأضبطب. وهيك يا صبايا طبعا بكون خلصت ثياب الأطفال. طبعا أنا الجرابات بحب أحطهم بكيس، شوفوا بضبهم بطبقهم بحطهم بكيس. البوكسرات شوفوا شلون بطبقهم، شايفين إنه مشان ما ياخدوا مجال. شايفين ترتيب؟ إن شاء الله يكون عجبكم ترتيبي. وهلا اجى وقت الطوائي. تن 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 تن. هاي لروزي، شوفوا لي شو حلوة. على فكرة كتير بتدفي هاي، حتى لو ضبيت لها هيك احلى شي. انا شنو لابسته؟ دول طوائي لروزي، وهاي طاقية مع الفاحة تبعها. هدول لجوجو. جوجو كان عنده كتير طوائي بس كلهم صغروا، بس عنده هاي شوفوا احلى بطوط. وهاي يونيكول لروزي. طبعا هدول رح اضبهم بالدرج الثاني. هون كمان كلهم مسحته ونشفته منيح. هلا بدي احط لهم طوائي هون. وهيك يا صبايا خزانتنا. شوفوا بعدها هون مي. حتى ناطرتها لحتى تنشف خزانتي وخزانة حبيب. طبعا هون تياب حبيب، وهون تيابي، وهون تيابي. هذا كله شوفوا كله تمسح، بس هلا ناطرة لحتى ينشف. من هون كله تمسح، كله من هون من هون كله مسحته. وهون المفاجأة الكبرى. طبعا صبايا بدي اقول لكم شغلة، هون الثياب الصيفية اللي بدي اضبهم، تمام؟ هدول الثياب الصيفية اللي بدي اضبهم. هون كله ثياب شتوي، بس شوفوا ما كركبت ما عملت شي. هنيك الثياب اللي بدي اعلقها، شوفوا يعني ما تكركب البيت. هدول الاغراض للاولاد انه للكريسماس والمايو والهاي بدي اضب لهم اياهم. هاي الشنطه اللي كان فيها ثيابي، شوفوا البيت يعني ما تكركب ابدا، ما تعذبت. هون هون وهون ثياب حبيب. والباقي كله ثيابي. شوفوا انا هدول الكنزات كتير بحبهم، عندي منهم شوفوا كم لون. احمر نفس الموديل، ها، احمر وازرق وزيتي وتفاحي، هدول الاربع نفس الموديل، تمام. وعندي هون كنستين، هاي اسود والسيلفر كمان نفس الموديل. هلا هدول طبعا هدول الصبايا هدول ربيعيات. كيف ربيعيات؟ يعني ماشطن رقيقة، خرجي اللبسوا بهالوقت. هدول بيجاماتي. وهون بيجاماتي. هون كنزات مشان الطلعة. شوفوا لي هاي شنطاي لروزي هدية، جتني من حدا غالي كتير 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 على قلبي من السويد. شوفوا لي اياها، جابت لي اياها لروزي، بس بصراحة ما لبستها هاي السنة لأنه كبيرة بعد.
بس اللي جاب لي اياه حدا غالي كتير كتير على قلبي. وهيك يا صبايا، هون تياب حبيب، هون بيجامات بس عنده بنطلون جينز طويت لي تحت، هون جواكت بيجامات، وهون كنزات، وهون تيابي بناطرين جينز هون، وفي منهم شلتهم للتعليق. هذا البنطلون بدي اعلقه لاني بياخدوا كتير مجال، هذا الاسود بدي اعلقه، وهذا الازرق، وهذا الرمادي، والباقي حطيتهم هون. هون كنزات للطلعة، وهون بيجامات كمان هدول بطلع فيهم احيانا. هون كنزات كم هدول الاربعة نفس اللون. هون كنزات ربيعيات، وهون بناطرين في زونات، وهون بيجامات الشتوية مثل العادة، بس عندي هاي ربيعية بعد. هيك بتكون خالصة خزانتنا. شاي الخزانة اللي كنت حاطة فيها تيابي من تحت، حطيت هون بشاكير، هون مناشف للحمام، هون وجاه المخدات وجاه الفرشة، هون كله تيابنا. من هون هدول هي وهي وهي لحبيب، والباقي كله إلي. هاي الروبيشان بلبسهم بالبيت. هاي كل تيابي الكنزات الجواكت كلهم هون. وش حلوة، ورجينا شلون بصير وقدناها. يلا حركيهم. يا عيني يا عيني شو حلوة. ولهون حبايب القلب كون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بصراحة كتير تعبت، لأنه بتعرفوا انتو من نقلة للصيف للشتاء بتعب شوي. حبايب القلب لا تنسوني من الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس مشان يصلكم كل شي جديد من سوسو هوم، وأنا بحبكم كتير. سلام.